جلس رجل لابس هودي قدامي في مترو الأنفاق وكان بيبص لي مباشرة. أنا كنت شايلة صندوق كرتون فيه كل حاجتي عشان كنت اتفصلت من شغلي وكنت بحاول على قد ما أقدر ما أعيطش، بس هو فضل يبص لي كأنه هيخلي يومي أسوأ من كده. حسيت بعدم راحة لأنه كل ما أبصله كان بيبص في الأرض بسرعة كأنه مش عايزني آخد بالي. فجأة موبايلي رن في جيبي. ابتسمت لما شفت إنها رسالة من حبيبي، بس لما فتحتها لقيت مكتوب: أنا مش قادر أكمل العلاقة دي، آسف. قريت الرسالة 3 مرات والدموع اللي كنت حبساها بدأت تنزل لوحدها. 3 سنين انتهوا في رسالة واحدة. ومن طرف عيني لاحظت إن الراجل بيبص لي تاني، بس قبل ما أمسح دموعي طفل صغير جري ناحيتي وخطف محفظتي من الصندوق وهرب من القطر قبل ما الأبواب تقفل. فضلت قاعدة مكاني وشفتي بترتعش وأنا ببص للمكان الفاضي اللي كانت فيه المحفظة. خسرت آخر فلوس معايا، والراجل اللي قدامي فضل يبص لي برضه لحد ما جه إعلان إن دي محطتي. بس فكرة إني أروح شقتي الفاضية بالصندوق ده من غير محفظة ولا حبيب خلتني مش قادرة أقوم من مكاني. الأبواب فتحت وقفلت وأنا لسه قاعدة وما بقاش في العربة غيري أنا والراجل اللي لابس الهودي. وفجأة قام من مكانه. حاولت ما أبصلوش بس هو خد شنطته وابتدى يقرب مني. اتوترت ومسكت الصندوق جامد وكنت فاكرة إنه هيحاول يسرق مني كمان، بس هو وقف قدامي وقال: آسف يا مدام، اسمك إيه؟ إيدي كانت بترتعش بس رديت بصوت مهزوز: أوجستا. فتح شنطته وطلع ورقة وقال: طيب يا أوجستا، أنا رسمتك. وراني رسمة بالقلم الرصاص ليا وأنا قاعدة في القطر وبحمل الصندوق. اتصدمت. كل التفاصيل كانت دقيقة جدا لدرجة مدهشة، حتى انعكاس الضوء على وشي من شباك القطر. بصيت له وقلت من غير ما أفكر: الرسمة دي ساعدتني أكتر ما تتخيل، ينفع نشرب قهوة مع بعض؟ ابتسم بخجل، وساعتها حسيت إن على الأقل الليلة دي مش هكون لوحدي.